السلام عليكم واهلا بكم في الحلقة ال11 من دورة تعليم برنامج الاكسل من الصفر. النهاردة هنعرف كل حاجة عن طباعة الشيت بالتفصيل وازاي نطبعه بطريقة صحيحة. اول حاجة طبعا لازم نكون عارفينها او لازم نعرفها ان احنا نعمل اختبار او تيست للشيت قبل ما نطبعه علشان ما نهدرش ورق على الفاضي ونطبع على الفاضي. لازم نعمل تيست للشيت بتاعنا. طب هنعمل ده ازاي؟ اول حاجة في اختصار انك انت تضغط كنترول بي هيدخلك على الاوبشن بتاع الطباعة على طول. لو ما مش عارف تخش من كنترول بي ممكن تيجي عند ملف او فايل وتيجي عند برنت او طباعة، هيظهر معاك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا لو انت شايف ان الشكل اللي انت شايفه ده كويس وعايز تطبع على طول من غير ما تعدل في اي بيانات او اي حاجة، تروح دايس برنت زي ما انت شايف هنا وتختار كم عدد النسخ، نسخة 2 3 زي ما انت شايف كده، بتكتب هنا النسخ اللي انت عايزها. تاني حاجة معانا هنا شكل البرينتر زي ما احنا شايفين قدامنا، بتقدر تحدد البرينترات اللي انت مسجلها او موصلها بالكمبيوتر بتاعك. هنا طبعا لو انت عايز تطبع اللي هو برنت اكتف شيت اللي هو الشيت اللي انت شغال عليه بس هيطبعه. لو محتاج تطبع الملف كله او الشيتات كلها بتضغط على تاني اختيار، يطبع لك كل الورق او كل الملف الشيتات اللي موجودة داخل الملف. طبعا الاختيار ده بيقول لك انت عايز تطبع الحاجة اللي انت عامل عليها سيلكت او اللي انت محددها. يعني لو ضغطت كده انا محدد فبراير، لو رجعت ورا كده هتلاقي العلامة او انا واقف على خلية فبراير زي ما احنا شايفين قدامنا. نرجع تاني. الحاجة اللي بعديها هنا بيقولك انت عايز تطبع من ايه لايه. يعني مثلا انا لو الشيت عندي فيه كذا ورقة من 1 ل100 مثلا، من 1 ل10، انا محتاج اطبع من 1 لحد مثلا 3، او من 1 ل5، او من 1 لكذا. انت بتحدد له عايز من ايه لايه. بعد كده لو جيت هنا هتلاقي احنا محددين مثلا نسخة او 2. لو انت محدد اكتر من نسخة هنا بيقولك لو انت مثلا عايز تطبع ترتيب 1 2 3، يعني اول نسخة ايا كان عدد الورق هيطبع 1 2 3 4 5، وبعد كده يرجع يعيد النسخة التانية 1 2 3 4 وهكذا. يعني هو بيرتبهم لك تلقائي. اما ده بقى لو انت عايز مثلا اللي هو يعمله لك بالورقة الواحدة اللي هي اول 3 ورقات، 1 اول 3 ورقات، 2 3 ورقات كده، يعني مش ترتيب 1 2 3، يعني هيعملهم لك مرة واحدة. اللي هو مثلا لو انت عامل 5 نسخ يبقى هيطلع لك اول ورقة منها 5 وحايد، وبعد كده الورقة التانية يطلع لك 5 اتنينات وهكذا. فالافضل انك بتخليها هنا طبعا زي ما احنا شايفين حجم الورقة انت عايزها بالطول ولا بالعرض. يعني لو جينا ان احنا ضغطنا كده، لو رجعنا مثلا ان احنا نخلي الجدول كده وضغطنا عليها هيخليها لك بالعرض زي ما احنا شايفين قدامنا. هنا تبقى بالطول زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنا حجم الورقة، انت مقاس الورقة عندك في البرينتر A4 ولا A5 ولا A3 ولا A3 زي ما احنا شايفين قدامنا. فانت لو بتختار حجم الورقة لو في مشكلة ممكن تخليها لتر وهو بيبدأ يطبعها تلقائي. طبعا هنا بتتحكم في الهوامش زي ما احنا شايفين قدامنا. لو ضغطنا هنا كده بص اللي هيحصل، هتلاقي بدأ يضيق من فوق ومن تحت زي ما احنا شايفين، وهيجيبها لك ايه في النص. طب لو جينا ان احنا قللنا شوية الهوامش، بص كده هتلاقي فيه هوامش هنا وهوامش هنا. لو جيت ضغطت على دي بص كده هيجيبها لك في النص، الكلام في النص، وهتلاقي فيه هوامش في كل حتة. لو نيجي بقى نخلي مفيش هوامش خالص ونفتحها للصفحة زي ما احنا شايفين قدامنا، هتلاقي ايه الصفحة ما فيهاش اي هامش زي ما احنا شايفين قدامنا. نيجي بقى للي بعد كده، وهي ان انت لو عايز تطبع كل الملفات في ورقة واحدة طبعا، وده طبعا هيأثر على حجم الخط وبعض التنسيقات. فلو جيت ضغطت كده هيطبع لك، لو انت عندك كذا صفحة هيطبعهم لك كلهم في ورقة واحدة. لو جيت اخترت الاختيار اللي بعد كده اللي هو ده، هيهتم بالأعمدة زي ما احنا شايفين قدامنا، هيخلي كل الأعمدة في صفحة واحدة. يعني كل الأعمدة لو انت عندك كذا صفحة هتبقى في صفحة واحدة. طبعا ده بيأثر، مش هيهتم بالطول خالص، هو هيهتم بالأعمدة اللي موجودة، يعني أي كلام بالطول مش هيهتم بيه. هنا عكس الصفوف، لو جيت ضغطت عليها هيهتم بكل الصفوف اللي في الورقة. طبعا لو البيانات كتير وعايز بقى تشوفها بطريقة أوضح، وجيت ضغطت هنا كده هيكبر لك الصفحة شوية علشان تبدأ ان انت تشوفها على طبيعتها زي ما احنا شايفين قدامنا. جينا كده ايه رجعناها خليناها العادي زي ما احنا شايفين اهو، نورمال زي ما احنا شايفين. دي طبيعتها، بيجيبها لك بيقرب لك البيانات ويشوف ايه دي الصفحة بتبقى زي ما هي بالظبط. تمام. في ناس بتبقى حابة ان هي تظهر الخلايا بتاعة الورقة بتاع الاكسل اللي موجودة في الصفحة. لو رجعنا كده ورا زي ما احنا شايفين وجينا عند تخطيط زي ما احنا شايفين هنا كده، وجينا عند برنت، لو ضغطت كده عليها وضغطت على برنت دي كمان، وجيت ان انت ضغطت كنترول بي، لو لاحظت كده هيجيب لك الخطوط اللي موجودة في الورقة بتاعة الاكسل. لما تيجي تطبع الورقة هيظهر معاها الخلايا والخطوط.
لو رجعنا تاني كده وشلنا الحاجات دي كلها، بص تلاقي كل حاجة عمالة تتغير. يعني بص كده الفيو بيتشال، ولو عملت فيو هنا برضو الخلايا هتتشال. يعني لو عايز تطبعه بالخلايا ممكن تشوف التست بتاعها من هنا كده. لو عايز تطبعه من غيرها يعني شيل علامة الصح، عايز تطبعه بالخلايا حط علامة الصح زي ما احنا شايفين قدامنا. كمان لو خدت بالك لو علمت على برنت دي ودي وجيت ضغطت كنترول بي، لو لاحظت هيطبع معاك العناوين بتاع الصفوف والاعمدة زي ما احنا شايفين قدامنا الجي اف اي، وهتلاقي ايه التسلسل اللي موجود هنا. طبعا لو البيانات كتير هتلاحظ ان كل حاجة ظاهرة معاك في الورقة بتاعتك. كمان في حاجة تقدر تتحكم فيها وهي الهوامش من هنا بطريقة تفصيلية. يعني تتحكم ممكن في هامش وهامش لا. لو جيت ضغطت هنا كده على الهوامش وعملت الاختيار ده يظهر معاك زي ما احنا شايفين الهوامش. تقدر تتحكم في هامش يعني ممكن تخلي ده اكبر من ده مفيش اي مشكلة، تفضل تزود كده او تقلل زي ما انت حابب، وتحكم في كل هامش لوحده. ودي حاجة كويسة جدا ان انت لو في مثلا بيانات عايز تظبطها فتقدر تتحكم في الهوامش بتاعة الصفحة. في حاجة كمان برضو في الهوامش، لو جيت ضغطت على الهوامش كده نفس الاختيار، هنا ممكن تعمل توسيط للمحتوى زي ما احنا شايفين، توسيط افقي او عمودي زي ما احنا شايفين قدامنا. لو شفت كده بص لو لاحظت هتلاقيه افقي. لو شلت دي ورحت عامل على اللي هنا دي كده هتلاقيها عمودي زي ما احنا شايفين قدامنا. وبرضو في حاجة كمان تقدر تعملها لو انت عندك كذا صفحة وعايز تضيف عناوين مرة واحدة، او هو نفس العنوان تضيفه على كل الصفحات مرة واحدة. لو جيت ضغطت هنا كده هيقسم لك الصفحات اللي عندك زي ما احنا شايفين قدامنا. لو لاحظت كده هتلاقي كذا صفحة اهي. طبعا بيقسم لك كده العناوين زي ما احنا شايفين. اي عنوان هتكتبه هنا هيطبق على كل الصفحات، يعني كل العناوين اللي هتكتبها هنا او هنا هتطبق على كل الصفحات زي ما احنا شايفين قدامنا. نرجع تاني للصفحة بتاعتنا، نروح بقى لخاصية مهمة وهي خاصية عرض الملف بتاعنا او اوراق العمل. اول حاجة لو جيت عند فيو وعملت نيو ويندو، لو انت مثلا عندك شيت او اتنين او تلاتة فانت محتاج تفتح كذا شيت علشان تقارن بينهم او تعرف البيانات اللي بينهم. لو جيت هنا كده عند فيو او عرض زي ما احنا شايفين قدامنا وعملت نيو ويندو او نافذة جديدة، هيفتح معاك صفحتين، ده الاصلي ودي الحاجة الملف التاني زي ما احنا شايفين قدامنا. يعني لو لغينا كده وفتحنا شيت اتنين وعملنا نيو فيو كده وعملنا نيو ويندو زي ما احنا شايفين قدامنا، هيفتح معانا ده الشيت الاولاني وده الشيت التاني زي ما احنا شايفين. يبقى كده ايه اتنين. ممكن تفتح اكتر من واحد مفيش مشكلة. لو جيت ضغطت تاني هيفتح معاك كده تلاتة. لو جيت برضو ضغطت على فيو وعملت واحد تاني هيفتح معاك اربعة، مفيش اي مشكلة زي ما احنا شايفين قدامنا. نرجع بقى للشيت الاصلي. طب ازاي ان انا اشوفهم كلهم مرة واحدة او هعمل ده ازاي؟ هاجي عند فيو ومن فيو هختار الاختيار ده، وهنا بيقولك انت عايزهم ايه في الجنب ولا عايزهم عمودي، ولا احنا ممكن نجربهم كلهم ونشوف هيعمل ايه. لو جينا كده ضغطنا على اول واحد اوكي، بص عملهم لك ايه، قسمهم لك زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، قسم لك كل الشيتات زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا لو انت بقى عندك كذا شيت تقدر تجيب مثلا شيت هنا مختلف وشيت هنا مختلف عن اللي هنا وهنا مختلف عن هنا وهكذا، وتبدأ انك انت تشوف عايز تعدل ايه او تقارن ايه. طبعا في حاجة كمان انك انت لو عدلت اي حاجة هنا هتتعدل على كل الشيتات علشان النسخة دي بتبقى مؤقتة. يعني لو جينا كتبنا هنا كده اي رقم جديد وليكن رقم زي ده كده زي ما احنا شايفين قدامنا وليكن 1000 وضغطت انتر، هتبص تلاقيه اتغير في كل الشيتات علشان الملفات دي طبعا بتبقى مؤقتة. هنفصل بقى كل الحاجات دي كده زي ما احنا شايفين اهو زي ما احنا شايفين قدامنا، ونرجع للشيت بتاعنا الاصلي نفصل ده كمان. طبعا لو خدت بالك هو ما جابش رسالة حفظ ولا اي حاجة لان كلها حاجات مؤقتة. نيجي بقى لخاصية مهمة جدا وهتفيد ناس كتير وهي خاصية نطق الارقام في الاكسل. يعني لو جيت عند فايل واوبشنز وضغطت عند كويك اكسس تول بار بالشكل ده، طبعا الخاصية اللي هنبحث عنها بالعربي اسمها خلايا التكلم، فاحنا هنجيب في بالانجليزي دلوقتي اهي اسمها سبيك سيلز، فاحنا هنجيب هنا هنيجي هنا نختار سبيك سيلز او بالعربي خلايا التكلم. هننزل تحت خالص او اول حاجة نخليها اول علشان نجيب لنا كل الاوبشنات، وبعد كده هننزل عند الاس زي ما احنا شايفين قدامنا، ننزل لحد ما نجيب سبيك سيلز بالشكل ده. هنيجي هنا كده اهي زي ما احنا شايفين قدامنا سبيك سيلز هتلاقيها مضافة اهي سبيك سيلز هتلاقيها مضافة هنا، نعمل لها اد ونقول له اوكي. طبعا بالعربي اسمها خلايا التكلم.
بعد لما بتضيفها حدد على اي رقم كده واضغط على العلامة من فوق. 1000 11,100 11,100 15,200. زي ما احنا شفنا كده بينطق لك كل حاجة، زي ما احنا شفنا بينطق الارقام. طبعا بالعربي تقدر تعملها بالعربي مفيش اي مشكلة. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة ونهاية الدورة، والسلام عليكم.